طبعا قبل ما نروح للمباراه لازم ننوه ان مباراه الاهلي والمصري رسميا خلاص ان شاء الله هتكون في اسوان يوم، وهتتاجل 24 ساعه، هتبقى يوم 23. وبالتالي كده لعيبه المنتخب ما بين اللي هم في الاهلي وفي الزمالك هيتاخروا عن وجودهم مع المنتخب اليوم كمان. اكيد طبعا عشان المباراه اتاجلت 24 ساعه، ويعني النادي الاهلي بقى رحاله دلوقتي من اسكندريه للسويس لاسوان، يعني ربنا يكون في عونهم سواء جهاز فني او لاعبين، لكن ما باليد حيله. احنا لازم نحترم قرارات الامن اللي هو شايف انها من وجهه نظره هي ديت اللي بتامن الامور. طبعا تاجيل المباراه 24 ساعه هيحرم منتخب مصر من لعيبه النادي الاهلي ان هم يتواجدوا يوم، هو كان المفروض ان هم يتواجدوا تاني يوم المباراه 23 اللي هو يوم الثلاث، لكن اكيد هيبقى يتاخروا اليوم الاربع ده اذا كان في طياره كمان. صحيح. يوم الثلاث بالليل بعد المباراه، انا مش عارف الظروف بتاعه الطيران هتبقى ايه، لكن هي ده حالنا، يعني ما نقدرش نعترض على شيء. مصلحه البلد ومصلحه الامن فوق كل اعتبار يعني. بس انا شايف يعني ان يعني القرار دوت في رايي من وجهه نظر ان قرار غير صائب، لان استاد اسوان في وسط المساكن. صحيح. يعني صعب جدا، بالعكس ده تامينيا يا كابتن صعب في يعني انت بتشوفها من وجهه نظرك. اكيد الامن عامل حسابه يعني. لكن برج العرب انا شايف ان هو كان متطرف وسهل تامينه يعني، فاتمنى ان شاء الله ان المباراه تخرج بسلام والامور كلها ترجع لطبيعتها ان شاء الله يعني. طيب قبل ما